السلام عليكم. ازيكم يا شباب؟ رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين وايام مفترجه علينا جميعا. الاهلاويه كيوت ما يتفرجوش على الفيديو دوت لانه هيزعلكم يعني. هتكلم النهارده على غلاف مجله النادي الاهلي، وليه الغلاف دوت زعل الزملكاويه وزعل الاعلام الزملكاوي. مهيب عبد الهادي وامير هشام وهاني حتحوت ومعظم الاعلاميين زعلانين. وامس هاني حتحوت استضاف احمد مجاهد وقال له ايه رايك في دوري محمود وفا وغلاف مجله الاهلي، وكان رد احمد مجاهد باستهزاء وبسخريه. ليه بقى الغلاف ده زعلهم؟ لان هو اتك على الجرح. هم مش عايزين حد يقول كلمه الحق، مش عايزين حد يقول دوري محمود وفا، مش عايزين يقول حد دوري الحكام. هم عايزينه ده دوري اللي الزمالك كسبه بشقاه، دوري محمد صبري، الدوري الاهلي اللي جاب صفقات بالمليارات والزمالك ما عندوش حاجه والزمالك غلبان. هم عايزين كل الناس تبقى ماشيه معاهم في نفس السرب، مش عايزين حد يخرج بره السرب، كلهم عايزين يمشوا على السكريبت اللي اتقال ليهم، كل الناس تقول نفس السكريبت. لكن لو حد قال كلمه الحق لا، احنا نزعل منه. لان الغلاف ده توثيق تاريخي لما حدث في هذا الدوري. احنا عندنا واخطاء كتيره جدا، وكل جمهور الاهلي معترف ان مجلس اداره اخطا، وان شاء الله نصحح خطأنا. بس احنا لازم نقول كلمه الحق يا جماعه. هم امس من يومين ثلاثه في خبر نزل على تويتر في اون سبورت او كولا براس، مش فاكر يعني، بيقول لك ان ضربه امام عاشور اللي اضحى في مباراه المصري هي كانت سبب ضياع الدوري من الاهلي. هم عايزين يزيفوا التاريخ يا جماعه، هم عايزين يزيفوا التاريخ، مش عايزين حد يقول كلمه الحق. انت اما تقول كلمه الحق تزعلهم، اما توثق التاريخ يزعلهم. تمام؟ وربنا يبارك لنا جميعا وكل سنه وانتم طيبين. شكرا جدا لكم جميعا.